السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الفيديو سأحاول اقتراح تصحيح خاص بامتحان الكفاءة المهنية الثانوي التأهيلي 2022 ديداكتيك الرياضيات. الموضوع كان مجزأ إلى 3 أجزاء، فالموضوع الأول على 10 نقاط، والموضوع الثاني على 3 نقاط، والموضوع الأخير على 7 نقاط. فالموضوع الأول كان بمثابة موضوع خاص بتسيير أو القدرات يعني بناء الدرس بصفة عامة، المكتسبات وإلى آخره، وكان خاص بالعلوم الرياضية الثانية بكالوريا. والاقتراح الثاني كان خاص بكرونولوجية الدرس أو كرونولوجية مفهوم في الثانوي التأهيلي. والجزء الأخير فكان خاص بأخطاء المتعلمين وتحليلها. ففي هذا الفيديو سنقتصر فقط على الموضوع الأول. فالموضوع الأول كما قلت منقط على 10 نقط. فهناك بداية تشير الاتجاهات التربوية لمادة الرياضيات بسلك الثانوي التأهيلي لسنة ختامية بشأن فقرة تقديم الدالة الأسية إلى ما يلي: تقديم الدالة الأسية النيبيرية إما كدالة عكسية لدالة لوغاريتم النيبيري، وإما كالحل الوحيد للمعادلة التفاضلية y بريم يساوي y و y20 إيكال 1، أو كحل للمعادلة الدالية f دو x بلس y يساوي f دو x فوا f دو x. هنا الاتجاهات التربوية الصفحة 105. وفقا لما جاء في الاتجاهات التربوية يتم تقديم الدالة الأسية النيبيرية حسب أحد الاختيارات التالية. فالاختيار الأول فهو الدالة العكسية النيبيري، وهذا خاص بالثانية بكالوريا علوم تجريبية وتكنولوجيا. والسي جوج الحل الوحيد للمعادلة التفاضلية، وأيضا السي 3. هذه الاقتراحين فهما خاصين بالدال كإضافة يمكن تقديمها بالنسبة للثانية علوم الرياضية. لهذه الغاية قدم أستاذ مادة الرياضيات لتلامذته النشاط التالي: نقبل أنه توجد دالة عددية f معرفة وقابلة للاشتقاق على ما يلي. سأترك لكم الفيشي أو الملف PDF في الوصف. بين أن السؤال ألف، السؤال الأول بين أن f دو x في f دو ناقص x إلى آخره. سنأتي لحل هذا النشاط بمجمله في السؤال المقبل. الآن سأمر إلى السؤال الأول. فالسؤال الأول كان على النحو التالي: ما هي الشعبة التي يستهدفها هذا النشاط؟ هذا النشاط يستهدف شعبة الثانية بكالوريا علوم رياضية. فالمجال الرئيسي فهو التحليل، والمجال الفرعي فهو دراسة الدوال، والدرس فهو الدوال الأسية. في السؤال الثاني: ما هو موقع الدرس المستهدف في هذا النشاط في المقرر الدراسي؟ يندرج هذا الدرس في حسب مذكرة التقويم 142/08 الصادرة ب 16 نوفمبر 2007 بين درسي الدوال اللوغاريتمية والمعادلات التفاضلية. ثالثا، هنا كما قلت سابقا إنجاز حلا لهذا النشاط. أولا فالسؤال الأول: بين أن الدالة f لx في f لناقص x تساوي 1. لدينا f بريم لx تساوي f لx، إذن أيضا f لناقص x تساوي f لناقص x. f بريم لf ناقص. نمر إلى مشتقة الجداء. فهو f بريم فوا f دو ناقص x ناقص f دو ناقص x. من أين أتى هذا f ناقص x؟ جاء من الدالة أو مركب دالتين. هذه المشتقة الدالة تجينايا فإن نورمالمون الجداء فيه زائد، لكن مع اشتقاق ديال الجداء غتخرج ناقصة. وبالتالي يتم أيضا تعويض f بريم لx باغ f لx، و f بريم لf لناقص x ب f لناقص x، وبالتالي هذو عوامل متساوية، وبالتالي فهو يساوي 0. إذن فالجداء أو الدالة الرجوع إلى الدالة الأصلية ف f بريم دو x و f دو ناقص x يساوي ثابتة لكل x يساوي. بما أن f دو صفر يساوي 1، فإن f دو صفر فوا f دو ناقص صفر اللي هي صفر، اللي هي بطبيعة الحال صفر، يساوي كونستانت، يعني 1 في 1 يساوي كونستانت، وبالتالي لا كونستانت تيكالا
أ يعني أن اف دو إكس و اف دو ناقص إكس فهو يساوي 1. السؤال الثاني: استنتج أن اف لإكس يخالف صفر لكل إكس من R. نفترض يعني بالخلف، نفترض أن اف لإكس تساوي صفر، أو لا يوجد إكس بحيث ينتمي إلى R بحيث اف لإكس صفر يساوي صفر. لدينا أيضا مهما يكون إكس ينتمي إلى R حسب السؤال السابق اف لإكس و اف لناقص إكس يساوي 1. إذا اف لإكس صفر فاف لناقص إكس صفر يساوي 1، و اف لإكس صفر يساوي صفر، يعني أن صفر يساوي 1، وهذا تناقض لا يمكن، وبالتالي اف لإكس يخالف صفر. السؤال الثالث: نفترض أن توجد دالة عددية ثابتة ثانية جي تحقق العلاقة ألفا. وهنا يندرج السؤال في لأن نبين أن يعني وحدانية الدالة اف، وبالتالي فتدرج السؤال في الأسئلة التالية كما يلي: نضع اش دو اكس يقال جي دو اكس على اف دو اكس. بين أن اش قابلة للاشتقاق على ار، واحسب اش بريم لاكس لكل اكس من ار. دونك في السؤال الجزء الأول فهو نبين أن الدالة قابلة للاشتقاق، وبما أنها قابلة للاشتقاق نبدأ بالجي دالة قابلة للاشتقاق على ار حسب المعطيات، وأيضا اف قابلة للاشتقاق على ار، ويجب الإشارة إلى أن المقام يجب أن يكون يخالف صفر على ار، وهذا سؤال سابق بينا أن مهما يكون اف لإكس يخالف صفر. إذا اش فهي قابلة للاشتقاق على ار كخارج دالتين قابلتين للاشتقاق. هذا السؤال الجزء الأول. بالنسبة للجزء الثاني، فاف بريم لإكس يساوي اف لإكس حسب المعطيات، والجي بريم لإكس يساوي جي لإكس، لأن الدالة اف والجي يحقق العلاقة ألفا. بالتالي نمر إلى المشتقة الدالة، فهي مشتقة الخارج جي بريم دي إكس فاف دي إكس ناقص جي دي إكس فاف بريم دي إكس على اف وكاري ديال إكس، ونعوض هي جي دي إكس فاف دي إكس ناقص جي دي إكس فاف دي إكس اللي هي اف دي إكس زيرو كي تيكالا زيرو. ألوغ ماذا تستنتج بالنسبة للدالة اف والجي؟ لدينا اش بريم لإكس يساوي صفر، إذا اش لإكس يساوي ثابتة، وبالتالي أيضا نمر إلى اش دو زيرو اللي هي جي دو زيرو على زيرو اللي هي واحد على واحد اللي هي واحد، يعني أن اش دي إكس هي تساوي واحد. وبما أن إكس تخالف فلو إكس تخالف صفر يمكن أن نضربها، وبالتالي جي دي إكس تساوي اف لإكس لكل إكس من ار، وبالتالي فالدالتين متساويتين، يعني أن الدالة اف واحدة إن وجدت. السؤال الرابع: حدد 3 مكتسبات قبلية ضرورية لإنجاز هذا النشاط. فهنا رأيت أن أعطي اقتراحات. فالسؤال الأول: قابلية الاشتقاق خارج دالتين، يعني المكتسبات القبلية ضروري خص تكون عارف أن قابلية الاشتقاق خارج دالتين، أيضا الجداء، وأيضا مشتقة الخارج، وأيضا الدالة الأصلية للعدد صفر. وهذا من كمقترح للمكتسبات القبلية اللي خص يكون عارفها التلميذ، ومن طبيعة الحال العمليات في ار كلها خص يكون ضبطها أو الخاص بالدول. خامسا: انقل الجدول التالي إلى ورقة التحرير واملأ بدقة الخانتين المتعلقتين بالصعوبات المتوقعات. الاقتصار على تحديد صعوبتين فقط، اقتصار على تحديد صعوبتين التي يطرحها إنجاز السؤال واحد وجوج في هذا النشاط. هنا اقتصرت على يعني في الجزء الأول على 3 صعوبات، والثاني فهو صعوبتين. بين أن مهما يكون إكس ينتمي إلى ار اف لإكس وإف بريم لناقص إكس يساوي 1. دونك الصعوبة الأولى هو أن التلميذ يفكر في اشتقاق الجداء، يعني التفكير في اشتقاق الجداء واستعمال العلاقة ألفا، ورجع إلى الدالة الأصلية من طبيعة الحال ديال العدد الثابت اللي هو يساوي العدد يعني المشتقة المنعدمة. الدالة العادية الدالة الأصلية ديالها هي ثابتة. استنتج أن اف لإكس مهما يكون إكس ينتمي، دونك التفكير في البرهان بالخلف واستعمال العلاقة ألفا. السؤال الرابع: لماذا الأستاذ اكتفى فقط بإثبات وحدانية الدالة وقبول وجودها؟ فالوجودية متعلقة بمعادلة التفاضلية، وهذا الدرس أيضا يأتي قبل درس المعادلة التفاضلية، يعني أن المكتسبات القبلية للتلميذ لا تخول له يعني إثبات المعطيات أو لا إثبات وجود الدالة. فالسؤال السابع: بعد مساس الدالة الأسية النيبيرية قام الأستاذ بإعطاء الخاصية الأساسية التالية، يعني مهما يكون إكس
إيكغيك ينتمي إلى رو كاري، فإن اف دي إكس زائد إيكغيك يساوي اف لإكس في اف لإيكغيك. تساءل أحد التلاميذ هل يمكن استنتاج هذه الخاصية من العلاقة ألفا؟ فكان جواب الأستاذ نعم، الاستنتاج ممكن وسنشتغل عليه في حصة التمارين. اقترح نشاطا يجيب على ذا التساؤل، فهذا هو المقترح بالنسبة لي. ليكون ب عددا حقيقيا نضع ج لإكس يساوي اف لإكس زائد بي على اف لإكس فوا اف لبي. بما بين أن ج لإكس يساوي واحد مما يكون إكس ينتمي إلى ار، ثم استنتج أن اف لأ فوا اف لبي يساوي اف لأ زائد بي لكل أ وبي من ار. هنا سأحاول اقتراح حل لهذا النشاط. فلدينا جي بريم، يعني سأمر إلى المشتقة ونشتغل. سنجد أن اف دو إكس بلس بي فوا اف دو إكس فوا اف دو بي ناقص اف دو إكس بلس بي فوا اف دو إكس فوا اف دو بي على اف دو إكس فوا اف دو بي الكل أكاري اللي هو يساوي صفر، لأن باستعمال بطبيعة الحال العلاقة ديال الدالة العلاقة ألفا اللي هي اف بريم دو إكس زائد بي فهو يساوي اف دو إكس زائد بي، و اف بريم دو إكس زائد اف دو بريم دو إكس يساوي اف دو إكس. إذا فكالطريقة أيضا هي ج دو إكس يساوي عدد ثابت، وبالتالي نمر إلى فقط ممكن المرور إلى العدد صفر هنا، وممكن أيضا وضع الإكس يساوي ناقص بي، فنجد اف دو صفر وهنا ناقص بي وهنا اف دو بي، وديجا استعملنا بأن بينا اف دو بي فوق اف دو ناقص بي يساوي واحد، وهنا واحد، يعني واحد على واحد يساوي واحد. أو المرور إلى جي صفر، جي صفر فيمكن جي صفر، فسوف نجد هنا صفر يعني اف دو بي، وهنا اف دو صفر اللي هي واحد، وهنا اف دو بي سيتادير اف دو بي على اف دو بي يعطينا واحد. دونك هذه الطريقة الثانية لنبين. بالنسبة للسؤال الثاني، فيكفي أن ناخذ أن بالتالي بما أن ج دو إكس يساوي واحد، يعني أن اف دو إكس فوا اف دو بي يساوي اف دو إكس زائد بي من أجل إكس يساوي أ، فإن اف دو أ فوا اف دو بي يساوي اف دو أ زائد بي. السؤال السابع باء، هل اختبار أو الاختياران سي جوج و سي ثلاثة الواردان في الاتجاه التربوي متكافئان على جوابك؟ هنا عندنا سي دو يستلزم سي ثلاثة، لكن سي ثلاثة لا يستلزم سي جوج. وهنا لدينا اف دو اكس زائد إيكغيك يساوي اف دو اكس فوا اف دو إيكغيك من أجل اكس يساوي صفر و إيكغيك يساوي صفر، لأن هذه الصيغة من يعني لكل اكس و إيكغيك من ار، وبالتالي اف دو صفر يساوي اف دو صفر فوا اف دو صفر، يعني أن اف دو صفر ناقص اف دو صفر فوا اف دو صفر يساوي صفر، وبالتالي اف دو صفر يساوي واحد ناقص اف دو صفر، يعني أن اف دو صفر يساوي صفر أو اف دو صفر يساوي واحد. هنا عندنا لدينا جوج ديال الحلول، بينما في الاستلزام خاص تكون عندنا فقط هاد يعني فقط هاد الحلول. في السؤال الثامن، براهين في إطار الاختيار سي دو الذي تبناه الأستاذ أن الإكسبونونسيال ديال ار إكس يساوي الإكسبونونسيال ديال إكس الكل أس ار، لما يكون ار من طبيعة الحال عدد جذري وإكس عدد حقيقي. هنا يجب يعني التفكير في ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هو أن ار عدد صحيح طبيعي بطبيعة الحال غير منعدم. هناك طريقتين، الطريقة الأولى هو المرور إلى الترجع، والطريقة الثانية هو استغلال التعريف ديال الدالة الأسية، أو بالأحرى دونك هنايا ليكسبونونسيال ديال ان دو اكس هي ليكسبونونسيال ديال اكس بلس اكس بلس اكس بطبيعة الحال هنايا ان مرة، وباستعمال العلاقة الخاصية فتكون عندنا ليكسبونونسيال ديال اكس فوا ليكسبونونسيال ديال اكس فوا ليكسبونونسيال ديال اكس بطبيعة الحال هنايا ان مرة، وبالتالي فليكسبونونسيال ديال اكس الكل أس ان. هنا إذا كان ار ينتمي إلى زد فنضع ام يساوي ناقص ار يساوي ناقص ام، بحيث ام عدد صحيح طبيعي، وبالتالي ليكسبونونسيال ديال ار اكس غتعطينا ليكسبونونسيال ديال ناقص ام دو اكس اللي هي واحد على ليكسبونونسيال ديال ام اكس حسب السؤال الأول اللي هي اف دو اكس فوا اف دو ناقص اكس يساوي واحد، يعني أن اف دو اكس يساوي اف دو ناقص اكس يساوي واحد على اف دو اكس. وبالتالي هنايا يعني أن هنايا ليكسبونونسيال ديال اكس باستعمال الخاصية الأولى اللي هادي ديال العدد صحيح طبيعي اللي هي ليكسبونونسيال ديال اكس كل أس ناقص ام اللي هي اكسبونونسيال ديال اكس أس ار.
وفي الأخير فR ينتمي إلى Q. دونك إذا كان R ينتمي إلى Q نعلم أن R يساوي P على Q، بحيث P عدد صحيح نسبي و Q عدد صحيح طبيعي غير منعدم بطبيعة الحال. دونك ليكسبونونسيال ديال Q فوا P sur QX ممكن نختزل Q وغتبقى ل P ل X، ولكن باستعمال الخاصية فهذا عدد صحيح طبيعي، يعني أن غتكون عندنا ليكسبونونسيال ديال PQX الكل أس Q. وهنايا نختزل بكي، دونك نختزل بكي غتبقى ليا فقط بي لي اكس، وهنايا سي هذا راه هو ار لي اكس الكل اس كيو. دونك يكفي انني نقسم بطبيعه الحال ليكسبونونسيال ديال هنايا بي تخرج تولي ليكسبونونسيال ديال بي فوا ليكسبونونسيال ديال اكس، وبالتالي ليكسبونونسيال ديال بي دي اكس اس بي على كيو باستعمال العلاقات الجذريه اللي هي الجذر، الدوال الجذريه او الدالة الجذرية من الرتبة n اللي هي ليكسبونونسيال ديال r دو x، وبالتالي ليكسبونونسيال ديال r ليكسبونونسيال ديال x اس r هي ليكسبونونسيال ديال rx. و الجواب على الخاصية. الوغ السؤال الثامن والاخير في هذا الموضوع فهو بين ان ليميت ديال ليكسبونونسيال ديال x بلس لانفيني هي بلس لانفيني، ثم استنتج ان ليميت ديال ليكسبونونسيال ديال x موان لانفيني هي صفر. دونك هنا ارتأيت انني نبين اولا الدالة ليكسبونونسيال التزايدية قطعا، و الوغ اف بريم ديال الا كانت اف لي اكس هي ليكسبونونسيال ديال اكس، فاف بريم ديال اكس كنا حسب الخاصيات هي ليكسبونونسيال ديال اكس ايضا، وبالتالي اف لي اكس وعندنا اف لي اكس تخالف صفر، نفترض ان اف بريم دي اكس اصغر قطعا من صفر. دونك المشتقة اف بريم دي اكس يعني ان اف دي اكس اصغر ايضا من صفر لانهما متساويتان، ولدينا ايضا اف دي اكس زائد ايكغيك اصغر قطعا من صفر، ونعلم ان اف دي اكس زائد ايكغيك تتساوي اف دي اكس واف دي ايكغيك اللي هي اكبر قطعا من صفر، لان هذه اشاره ديال هذه سالبه واشاره ديال هذه سالبه، وبالتالي فهي اشاره موجبه وما يمكنش لان عندنا وحده موجبه وعندنا سالبه وعندنا هذه موجبه، بالتالي اشارتين فلا يمكن، وبالتالي فلكل اكس ما يكون اكس ينتمي الى ار اف لي اكس سوبيريور ستريكتومون او لا مشتقه يعني اف بريم لي اكس اكبر قطعا من صفر، يعني ان الداله ديال ليكسبونونسيال فهي داله تزايديه قطعا. هنا النمر اللي نبين ان ليميت ديال اف دي اكس بلس لانفيني بلس لانفيني، دونك وضعت جي لي اكس هي ليكسبونونسيال ديال اكس ناقص اكس، جي بريم ديال اكس هي ليكسبونونسيال ديال اكس ناقص واحد، بما ان اكس سوبيريور ايكال زيرو غادي ندوز ليكسبونونسيال اللي درناها داله اللي بينانا داله تزايديه، وبالتالي غتولي ليكسبونونسيال ديال اكس كبر من او يساوي واحد، ليكسبونونسيال ديال اكس ناقص واحد كبر من او يساوي صفر، بالتالي جي بريم ديال اكس كبر من او يساوي صفر، اذا الداله جي تزايديه على ار. ولا كان اكس كبر من او يساوي صفر يعني ان جي لي اكس كبر من او يساوي جي لي زيرو، والجي لي زيرو هي زيرو، يعني ان ليكسبونونسيال ديال اكس ناقص اكس كبر من او يساوي صفر، بالتالي ليكسبونونسيال ديال اكس كبر من او يساوي اكس، يعني ان الى مرور الى النهايه فهذه بلس لانفيني، وبالتالي ليكسبونونسيال الاخرى غتولي ايضا بلس لانفيني. والسؤال الاخير او الجزء الاخير لاستنتاج ان ليكسبونونسيال ديال ناقص ما لا نهايه في الاكس يساوي صفر. دونك هنا غنمشيو بتغيير متغير، ليميت ديال اكس في موان لانفيني في ليكسبونونسيال ديال اكس هي ليميت ديال ليكسبونونسيال ديال موان اكس بلس لانفيني اللي هي هنايا واحد على ليكسبونونسيال ديال اكس بلس لانفيني اللي هي واحد على لانفيني اللي هي زيرو. وهنا يأتي نأتي إلى نهاية هذا الموضوع في يعني وضع فيديو آخر خاص بالموضوع الثاني، وشكرا لكم.